مرحبا أعزائنا المتابعين، واليوم سوف نفتح الباب الأول من العقد الاجتماعي الذي تم طرحه في شمال والشرق سوريا. سنتعرف في هذا الباب على المبادئ الأساسية لهذا العقد. فالمادة رقم 1 من العقد الاجتماعي تنص على: هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وتعد الديباجة جوهر هذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه. 2. تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا النظام الديمقراطي البيئي المجتمعي وحرية المرأة. المادة رقم 3: الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تطور وترسخ المجتمع الأخلاقي السياسي معتمدة مبادئ الحداثة الديمقراطية في مواجهة الحداثة الرأسمالية. المادة رقم 4: تستمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية ومن خلال الانتخابات الديمقراطية. المادة رقم 5: الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية. المادة رقم 6: كل اللغات الموجودة في جغرافية شمال وشرق سوريا متساوية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، التعليمية، الثقافية، ومن حق كل شعب أو تجمع ثقافي أن ينظم حياته ويسير أموره بلغته الأم. المادة رقم 7: اللغات العربية، الكردية، السريانية هي لغات رسمية في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. المادة رقم 8: للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مركز وعلم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية، ولها شعار وينظم ذلك بقانون. المادة رقم 9: تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مبدأ استقلالية القضاء. المادة رقم 10: القسم: أقسم بالله العظيم أن أعاهد الشهداء أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده، وأن أحافظ على الحقوق الديمقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصون حرية وسلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وجمهورية سوريا الديمقراطية، وأن أعمل من أجل حياة ندية حرة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق مبدأ الأمة الديمقراطية. المادة رقم 11: تتكون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له. المادة رقم 12: تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على المجتمع المنظم الديمقراطي والفرد الحر، وتتخذ من التنظيمات المحلية للشعوب والمجموعات والمكونات أساساً لها وفق مبدأ الديمقراطية المباشرة. المادة رقم 13: القرارات التي تمس بالمكونات بشكل مباشر يتم اعتماد مبدأ التوافق أساساً لها. المادة رقم 14: اعتماد الحياة الديمقراطية البيئية والمجتمعية أساساً، والعمل على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي، ومنع التعامل الجائر مع الطبيعة ونهبها وتدميرها. المادة رقم 15: ترسيخ قيم العيش المشترك وفق مبادئ الأمة الديمقراطية المفعمة بروح التآخي فيما بين جميع الشعوب والمجموعات في شمال وشرق سوريا ضمن نظام مجتمعي ديمقراطي حر وعادل. المادة رقم 16: تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
حقوق الشعب الكردي السياسية والاقتصادية والثقافية، وتحافظ على الخصائص التاريخية والبنى الديمغرافية الأصلية للمناطق الكردية. المادة رقم 17 تضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا حقوق الشعب السورياني الآشوري السياسية والثقافية الاقتصادية، وتحافظ على قيمه ووجوده التاريخي، وترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطقه بناء على عدالة التمثيل المتساوي ومبدأ التوافقية. المادة رقم 18 تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ الاقتصاد المجتمعي الذي يؤسس للاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والمتوازنة. المادة رقم 19 تقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية بتطوير الاقتصاد المجتمعي للمرأة، وتناهض كل أنواع التسليع واستغلال المرأة. المادة رقم 20 الثروات والموارد الطبيعية ملك للمجتمع، يتم استخدامها واستثمارها وفق احتياج المقاطعات وبشكل عادل وينظم بقانون. المادة 21 تطوير الضمان الصحي لكل المجتمع، وتكون الخدمات الصحية العامة مجانية. المادة رقم 22 منع الاحتكار في مجالي التعليم والصحة. المادة رقم 23 الشهادة قيمة مقدسة، وتكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية لذوي الشهداء وجرحى وأسرى الحرب الرعاية والحياة الكريمة. المادة رقم 24 تعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا نظام الرئاسة المشتركة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها، وتعتبرها مبدأ أساسيا في التمثيل المتساوي بين الجنسين، ويساهم في تنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها. المادة رقم 25 ضمان حرية المرأة وحقوقها في المجتمع والمساواة بين الجنسين. المادة رقم 26 تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة. المادة رقم 27 المحافظة على الحياة البيئية والنظام البيئي واجب على المواطن والمجتمع وجميع التنظيمات والمؤسسات. المادة رقم 28 الشباب هو القوة الفعالة والطليعية في المجتمع، ينظم نفسه بشكل خاص في جميع الأنشطة الاجتماعية، ويشارك بإرادته الحرة وبقوته المنظمة في كافة مجالات الحياة. المادة رقم 29 التمثيل العادل لجميع المكونات في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية حسب ديمغرافية المقاطعات. المادة رقم 30 الدفاع عن الذات تجاه أي خطر خارجي أو داخلي هو حق وواجب على الأفراد والجماعات الذين يعيشون في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يصونوا كرامتهم في حال تعرضهم لأي اعتداء. المادة رقم 31 المواطن في الإدارة الذاتية الديمقراطية هو فرد حر يتحلى بالقيم الأخلاقية والديمقراطية، ويحق له المشاركة في أكثر من كومين. المادة رقم 32 الآثار والتراث الثقافي لشعوب شمال وشرق سوريا إرث وطني وواجب على كل الأفراد والمجتمع الحفاظ عليه. المادة رقم 33 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة رقم 34 المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم مبرم. المادة رقم 35 لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون. المادة رقم 36
تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بتحرير الأراضي المحتلة وإعادة أهلها إلى مناطقهم. وبهذا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.